تخيل كده يا صديقي وعزيزي المشاهد الجميل انك قاعد سهران طول الليل بتحضر وبتكتب في محاضرة او برزنتيشن، والمفروض كده انك هتطلع الصبح تروح تطرش المحاضرة دي امام لفيف من الاساتذة والعلماء، وعشان ما تنساش اي حاجة قررت انك تكتب كل حاجه بالنص. انا واد مدقدق وحدق ومحدش يقدر يضحك عليا، ما سيبش فتفوته كده تعدي مني. سيبك من دي، طول السنه حضرتك مثال للطالب المجتهد، يجي من الدرس او المحاضره يقعد على المكتب اول ما تيجي الساعه 9 عشان يبيض المحاضره عشان تبقى جاهزه للمراجعه ليله الامتحان. وسواء كنت المحاضر او الطالب جيت تفتح السكتش او اللابتوب بتاعك وتبص على الحاجات اللي تعبت فيها وكتبتها أيام وليالي، وكانت الصدمة والمفاجأة الكبرى. حسيت إنك واقف قدام خليط من الرموز الصينية والطلاسم السحرية ومش فاهم إيه اللي مكتوب ده، وكأن كان في حد غيرك هو اللي كتب الحاجات دي. وهنا بتبتدي تظهر عليك أعراض بتشك للوهلة الأولى إنها والله أكيد دي أعراض حمل، مغص في البطن مع دوخة وإحساس بالغثيان بجانب الإسهال. طبعا كل شوية راح على الحمام. ما تقلقش خالص، أنا جاي أطمنك وأقول لك أنت مش حامل ولا حاجة، أنت زي الفل. ده شعور وأعراض طبيعية جدا لأنك ببساطة قدمت المعلومة لمخك بطريقة غريبة عليه، فالراجل جه يفتكر المعلومات ويحكي في التفاصيل اتصدم وابتدى يخاف ويقلق ويتوتر. عشان كده انت حسيت بالاعراض دي اللي هي اعراض الخوف والقلق والتوتر، وهنا كان لازم نتدخل ونلاقي حل. وحلقتنا النهاردة عن المايند مابس او الخرائط الذهنية، فلنبدأ على بركة الله. يقول عالم المولكيولر بيولوجي أو البيولوجيا الجزئية جون ميدنا في كتابه برين رولز إن البشر كائنات مرئية، يعني قدرتها على استيعاب الأشياء المرئية بيكون أسهل وأسرع. تلاقينا كده نحب الألوان، الصور، الفيديو، الحاجات اللي فيها روح دي، ونكره جدا النصوص، لا نحب نشوفها ولا نحفظها ولا حتى نتعامل معاها، لأننا بنحفظها بصعوبة جدا، والمشكلة الأكبر إننا بننساها بسهولة جدا. من الآخر كده قدرتنا على حفظ واسترجاع الحاجات المرئية أو الأشياء المرئية بيكون أسهل وأسرع. ومن هنا جه مصطلح مهم جدا اسمه الفيجواليزيشن اوف انفورميشن أو التصوير المرئي للمعلومات. يعني من الآخر كده بدل ما تكتبها ارسمها. يكمل عمنا جون ميدنا كلامه ويقول إننا يا سادة نستطيع تسجيل الصور بشكل مذهل، فبعد 3 أيام فقط من سماع بعض المعلومات النصية لن تتمكن في أفضل الأحوال من استرجاع سوى 10% منها. أما إذا أضفت إليها بعض الصور فتستطيع أن ترفع من تلك النسبة إلى 65%. لذلك هتلاقي نفسك كده لو اتفرجت على فيلم أو مسلسل بعدها بكام يوم كده تقدر تحرق لي الفيلم أو المسلسل بمنتهى السهولة والرخامة. على الناحية التانية انت بتدخل الامتحان ناسي اصلا اسم المادة اللي هتمتحن فيها. يعني من الاخر كده رب صورة خير من 1000 كلمة. الفكرة كلها ان كل ما مشاعرك بتتفاعل مع حاجة معينة كل ما الشيء ده بيترسخ اكتر في الذاكرة. لذلك هتلاقينا يستحيل ننسى كلمة وحشة سمعناها او موقف سيء شفناه، لأن مشاعرنا بتتعامل مع الحاجات السلبية بصورة أعمق. كذلك الحواس بتاعتنا بيكون في المقدمة منها حاسة البصر، بتتأثر بالأشياء بصورة أعمق من باقي الحواس. وحاسة الإبصار طبعا وظيفتها الحاجات المرئية اللي فيها حياة. لذلك الإنسان القديم كان بيدون المعلومات بتاعته على هيئة صور على جدران الكهوف. حتى لما ابتدى يتعلم الكتابة وابتدى يكتب كانت الحروف بتاعته على هيئة صور ورموز. يعني من الآخر كده كان بيسهلها على نفسه. حتى المعلومات بتاعته كان بيدونها في الذاكرة بتاعته على هيئة فيديو. ما كانش في يوتيوب ساعتها بقى، فكان بيدون مثلا طريقة الهروب من المخاطر والكوارث الطبيعية على هيئة فيديو في دماغه. لذلك عشان تدلع دماغك وتريحها قلل من النصوص وكتر من الصور والفيديوهات. مش الفيديوهات الهايفة يعني، لا الفيديوهات الهادفة زي الفيديو بتاعي ده. صدقني مخك هيحبك اكتر ويبقى عايش مبسوط ومستمتع معاك. وقت الزنقة هتلاقيه واقف معاك وقفة صاحب لصاحبه بجد، ولا سعيد صالح مع عادل امام في فيلم سلام يا صاحبي. ومع التطور ابتدى الانسان يدور على حاجات اسهل يعبر بيها عن المعلومات النصية. ومن هنا بدأت الرسوم البيانية، أيوة بالظبط اللي كلنا بنكرهها دي، مع إن هدفها الأساسي
هي تبسيط المعلومات، انها بتبسط المعلومات النصيه، لكن احنا كمصريين كده او كعرب عندنا عقده نفسيه منها، يعني ما بنحبش الرسم البياني ده. ونلاقي مثلا الباي تشارت مثلا اول ظهور ليها كان في 1801، يعني من حوالي 200 سنه على يد العالم ويليام ليفار. ومع تطور السنين كانت الرسوم البيانية بتتطور أكتر وأكتر وبقى لها أشكال مختلفة. في سبعينات القرن الماضي عالم النفس الإنجليزي توني بوزان والملقب بأستاذ الذاكرة كان معجب جدا بأحد الأبحاث الطبية للدكتور النفسي أو دكتور الأعصاب روجر سبيري، واللي بيتكلم في البحث ده عن علاقة فصي المخ اليمين والشمال ببعض، وإزاي إن مرضى الصرع بيقل عندهم القدرة على التواصل ما بين الفص اليمين والفص الشمال. البحث ده بقى يا سيدي توصل لنتيجة مهمة جدا، إن فصين المخ بيشتغلوا مع بعض في كل الوظائف والقدرات العقلية، مش كل واحد بيشتغل لوحده، مش كل فص بيشتغل لوحده. يعني مفيش حاجة اسمها الإنسان اللي بيفكر بالفص اليمين أكتر ده يبقى إنسان عقلاني وبيميل للتحليل والمنطق، واللي يفكر بالفص الشمال ده يبقى إنسان مبدع. مفيش حاجة اسمها كده، دي طلعت خرافة. في هارموني ما بين الفصين، الفص اليمين والفص الشمال. الهارموني ده موجود في كل القدرات العقلية. لكن مش دي الفكرة. الفكرة ان الابحاث دي وغيرها من الابحاث اللي قراها توني بوزان خليته يدور اكتر في طريقة عمل المخ ده بيشتغل ازاي بيعمل تحليل وتخزين للبيانات، وليه الناس العباقرة بيكون عندهم قدرة اكبر على فهم وحل المشاكل او المسائل المعقدة، وليه ناس ليها قدرة على حفظ المعلومات واسترجاعها اكتر من ناس تانية. وكانت المفاجأة اكتشف عمنا توني بوزان ان الناس دي بتعتمد اكتر على الرسومات والصور لتدوين وتخزين الافكار والمعلومات، والنتيجة دي خلته يبتدي يفكر في حاجة شبه كده. ايوه بالظبط، موضوع حلقتنا النهاردة المايند مابينج او الخرائط الذهنية. وفعلا من ساعتها ما صدق عمنا توني بوزان وابتدى يسوق للخرائط الذهنية في كل مكان، الجرايد ماشي، الراديو ماشي، التلفزيون ماشي. استخدمها كمان في المحاضرة بتاعته عشان يشجع الطلبة على المذاكرة أكتر، ويحول لهم المذاكرة من معلومات مرهقة للمخ لمعلومات يقدر المخ يتعامل معاها بسلاسة أو بسلاسة ونص. لدرجة يا سيدي في 1974 توني بوزان بقى ليه برنامج موجود على الBBC اسمه يوز يور هيد، بيتكلم فيه عن المايند مابينج أو الخرائط الذهنية. ومن هنا قدم توني بوزان للعالم طريقة احترافية لربط المعلومات ببعضها، وخلى المعلومات بالطريقة دي تبقى سهلة الفهم والحفظ والاسترجاع، لما تحتاجها ترجع بسهولة، تحت مسمى المايند مابينج أو الخرائط الذهنية. واللي عرفها إنها تقنية رسومية بتعتمد على مجموعة من القواعد تجعلك قادرا على تصوير المعلومات بشكل مرئي وجعلها منظمة بطريقة تجعلها ذات مغزى. انتهى كلام توني بوزان عن تعريف الخرائط الذهنية. عشان تعرف أو تفهم الخرائط الذهنية وإزاي بتشتغل لازم تعرف أو تفهم الحاجة اللي بتشغلها، أيوة بالظبط اللي هو المخ. يقول علماء الأعصاب إن في 3 قواعد مهمين لازم تعرفهم عن المخ. أول حاجة إنك ما تقدرش تتوقعه أو تتوقع طريقة تفكيره، هو كائن ثعباني. تاني حاجة إن المحرك الأساسي ليه الأفكار، لو لقى فكرة يتحرك. تالت حاجة انه ما بيحبش التفاصيل، بيركز على الافكار الرئيسية. يعني مثلا لو كنتوا كلكم كده قاعدين في محاضرة وبعد ما خلصتوا المحاضرة حد سألكم كده وانتوا ماشيين في الطرقة كان ايه موضوع المحاضرة، كلكم هتجاوبوا في نفس واحد، لانه سؤال بسيط جدا، حاجة رئيسية، موضوع رئيسي، فمخك بيتقبله بسهولة. انت طبعا مش هتبقى فاكر حاجة خالص، انت قاعد مع شلة الانس ورا وفي الضياع. المشكلة بقى يا سيدي لو كان السؤال على التفاصيل اللي تحت العنوان الرئيسي، مش كلنا هنجاوب نفس الإجابة، هتلاقي كل واحد فينا ركز على حاجات وساب حاجات لأسباب غير منطقية، لأن عملية التفكير بتخلي المخ عنده حرية يختار من الأفكار اللي هو عايزه على حسب الفكرة دي أو النقطة دي أثرت فيه قد إيه. يعني ممكن يركز على نقطة ويفضل فاكرها لأن الدكتور مثلا قالها بطريقة معينة أو قالها مثلا بنبرة صوت أو بطريقة مختلفة، فلذلك اتأثر بيها جدا وركنت في الذاكرة بتاعته. وده اللي بنسميه تداعي ربط الأفكار، واللي بتقول إن كل شخص فينا عنده قدرة معينة على ربط الأفكار ببعض على حسب ذكائه وحسب خبرته. لكن في النهاية كلنا اتفقنا على إننا بنحب الأفكار الرئيسية، العناوين الرئيسية. من الآخر كده ما تسحلنيش معاك في التفاصيل، اديني البريف في رغيف عشان أحبك. هتقول لي ما أنت بقالك ساعة بترغي وما اديتنيش البريف في رغيف. هقول لك ده جزات، يعني ده جزات أنا رايح أجيب لك عيش سخن كده مفقع يفتح نفسك. ماشي يا عم متشكرين.
فين؟ قوم هات مسطره وقلم وورقه بيضه واستناني بعد الفاصل. ايوه بكلمك بجد، وروح هات الحاجات اللي قلت لك عليها دي. يلا بينا انا وانت كده نعمل اول خريطه ذهنيه. هتحط الورقه البيضه قدامك بالعرض، وتيجي في النص بتاع الورقه دي وتحط دايرة، وتحط جوه الدايرة الموضوع الرئيسي، ومن الدايرة دي هيطلع فروع رئيسية، وترقم الفروع دي مع اتجاه عقارب الساعة، ومن الأفرع الرئيسية طلع كمان أفرع فرعية. بس حاول تختار كلمات مختصرة وانت بتكتب الأفرع دي، وممكن تحت كل فرع تكتب تفاصيل صغيرة مختصرة. واستخدم اللون الأحمر في الحاجات اللي انت عايز تركز عليها، لأن اللون الأحمر بيتخزن في الذاكرة أكتر، لون ملفت أكتر، لذلك تلاقي لوجو اليوتيوب باللون الأحمر. وبكده بعد ما عملت الخريطة انت قدرت تعبر بشكل مرئي عن المعلومات، واستخدمت افكار وكلمات مختصرة وربطت الافكار دي ببعض، وميزت النقاط المهمة او وجهات النظر المتضاربة بالوان معينة. ده كله عشان خاطر يعمل تنبيه لمخك. بالطريقة دي انت تقدر تلخص محاضرة او ورقة او حتى كتاب في ورقة A4. في بعض الأحيان بيطلق على الخرائط الذهنية Mind Swiss Army Knife، اللي هي سكينة الجيش السويسري للعقل. السكينة اللي بيطلع منها أشكال كتير دي، أيوة كنا بنشتريها زمان كده واحنا صغيرين. وفي سببين للتسمية دي. أول سبب عشان متعددة الاستخدامات، تقدر تستخدمها في حاجات كتير، تغز بيها حد، تفتح بيها مثلا كنز ولا بيبسي كولا من بتاعت زمان دي. السبب التاني عشان حاجة شخصية، ما فيش حد بيستخدمها غيرك، لأن أنت بتبرد بيها ضفافرك مثلا. يعني من الآخر كده كل واحد فينا ليه الطريقة الخاصة بتاعته في بناء خريطته الذهنية بالطريقة اللي عقله يقدر يستوعبها بيها. يعني مفيش خريطة صح ومفيش خريطة غلط، كلنا ممكن نكون مختلفين في الخريطة بس بتأدي نفس الفكرة في النهاية. وعشان تبقى الخريطة الذهنية دي فعالة لازم تراعي فيها 4 عوامل مهمين جدا. كل ما يكون عندك معلومات أكتر عن الموضوع كل ما يكون كفاءة الخريطة أقوى، لذلك جمع معلومات على قد ما تقدر، واعمل الخريطة بالأفكار الرئيسية اللي هتتكلم عنها. تاني حاجة حدد النقاط الرئيسية، ودي هتختلف بناء على وقت المحاضرة. يعني لو الوقت طويل ممكن تزود في العناوين الرئيسية، لكن لو الوقت صغير أثر على قد ما تقدر، وكمان بتعتمد على نوعية الناس اللي هيتفرجوا عليه. تالت حاجة ضيف التفاصيل تحت كل فكرة رئيسية، استخدم الألوان عشان تميز الحاجات المهمة أو الآراء اللي فيها تضارب. رقم 4 جرب الخريطة بصوت عالي لوحدك وعدل وظبط فيها لحد ما توصل لأفضل بناء للخريطة. طب أنا ممكن أستخدم الخرائط الذهنية دي في إيه؟ لو هتلخص محاضرة أو كورس، لو هتلقي محاضرة أو هتلخص بحث، لو هتلخص شابتر أو كتاب، بل ممكن توصل بيها لأبعد من كده وتستخدمها في حفظ كتاب الله القرآن الكريم. هتقول لي يا سيدي أنا شخص متطور ومبحبش الورقة والقلم، أنا عايز أبس، عايز برامج. مع إن أنا بحب الورقة والقلم كده في رسم الأفكار، بس مفيش مشكلة نجيب لك أبس ورقة وقلم واكتبه ورايا يا ست الكل. أول واحد تطبيق الآي مايند، واللي عمله توني بوزان بنفسه، وفي الكونسبت درو والمايند ماب وفري مايند وفي انسبيريشن وده رائع في المذاكرة، وفي منه كمان نسخة للأطفال، وفي النوفا مايند وده مخصص لإدارة المشروعات، وغيرهم كتير من التطبيقات لا حصر لها. المهم انك تبدأ حتى لو بورقة وقلم. خليني في النهاية اقول لك ان الخرائط الذهنية مش عصا سحرية هتقدر تستخدمها في كل المواضيع. في مواضيع ما ينفعش فيها الاختصار، لازم تكون فيها الخطوات بالتسلسل وبالتفاصيل، زي العمليات الجراحية مثلا. الخطوات اللي في المعمل دي لازم فيها تفاصيل وتسلسل كل الناس تمشي عليه. كذلك التعبيرات الرياضية ما ينفعش يعمل فيها خرائط ذهنية. بعد كل اللي قلناه لازم تعرف ان كل انسان فينا عقله بيشتغل بطريقة مختلفة وبديناميكية دقيقة حباه بيها ربنا سبحانه وتعالى، لذلك اتعامل مع عقلك بطريقة يفهمها. يعني من الآخر كده خد عقلك على قد عقله. وبكده خلصت الحكاية وخلصت الرواية، لكن حكايتك انت لسه ما خلصتش. اشترك في القناة، فعل الجرس، اعمل لايك وكومنت والحاجات الجميلة دي، واستناني ان شاء الله الحلقة الجاية في حلقة جديدة من ميكيبيديا. وبس كده، سلام عليكم.